دلوقتي عندنا انا جايبه 3 صور او 3 امثله عباره عن صور فيها مشكله. المشكله دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها بنسميها عندنا اللي هي color cast. الكالر كاست دي يعني ايه؟ يعني انا عندي لون متركز في الصوره فمعمل لي فيها مشكله. لو دخلتوا على جوجل وكتبتوا color cast هيجيب لكم هنا في الايمج، هيجيب لكم الصور اللي ليها كلها علاقه بالكالر كاست. يعني مثلا الصوره دي متركز فيها اللون الاحمر، الصوره دي هكذا، الصوره دي مثلا متركز فيها اللون الازرق وكده. فانتوا ممكن تنزلوا صور من هنا وتبتدوا، انا واخده الصوره دي حتى من هنا كمان، تبتدوا بقى تعدلوا عليها زي ما هنعمل دلوقتي بالظبط. تمام؟ طيب يلا بينا نبدا. اول حاجه لازم نعملها هي دوبليكيت لللاير، عشان في الخطوات دي بالذات لازم دوبليكيت لاير علشان ما يحصلش مشكله معانا في الصوره. فالدوبليكيت لاير اختصارها من الكنترول جي في الكيبورد. تمام؟ ونيجي هنا عند الايمج ونعمل ايه؟ ادجستمنت. واحنا احنا خدنا هيو اند ساتوريشن، هناخد المره دي كولر بالانس اللي تحتيها على طول. فاحنا هنا الكولر بالانس دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان انا عندي اللون الصيان عكسه اللون الريد اللي هو اللون الاحمر، اللون الماجنتا عكسه اللون الجرين، اللون الاصفر عكسه اللون البلو. فانا عندي الصوره هنا مشكلتها ايه؟ مشكلتها اللون الصيان هو اللي طاغي على الصوره، حتى تحس كمان ان الكلب نفسه كمان تحس لونه صيان يعني. فنعمل ايه؟ نيجي هنا ونبتدي ناخد درجات الاحمر اللي هي عكس مين؟ الصيان. طيب ونبتدي نعمل بريفيو كده ونشوف حصل حاجه في الصوره، حصل بس خفيف قوي. طب ايه؟ الازرق كمان برضو طاغي شويه مع الصيان، فنيجي نعمل عكسه اللي هو اللون الاصفر بس على خفيف. طب هتقولي ما حصلش حاجه قوي، ما هو عشان احنا عندنا الصوره متكونه من شادوز وميد تونز وايه وهايلايتس. فانا دلوقتي انا واقفه عند الميد تونز، طب اجي عند الشادو كمان وعند الهايلايتس اعلي الشادو شويه، نفس الكلام هقف عكس الايه؟ الصيان سنه بس خفيفه قوي على قد ما اقدر، ما ازودش السنه بتاعتي. واجي برضو هنا عند اليلو وازود سنه. تعالوا نشوف بريفيو كده على قد ما بنقدر الصوره هي تعادل، هنا قبل وهنا بعد. طب تعالوا نظبط الهايلايتس برضو سنه كده، بس سنه صغيره في الهايلايتس عشان ما تبوظوش الصوره. ونيجي هنا برضو ايه؟ سنه ايه بالاصفر. هتبصوا تلاقي ان هي على قد ما قدرت الصوره معانا اتظبطت شويه، ولكن الطريقه دي مش هي البرفكت. دي طريقه برضو ممكن انت بتيجي تعدل على الصوره تقوم مبوظها بزياده، ان انت تعمل عكسي. يعني انت اللون الصيان هو اللي كان مشكله، بقت خليتها الريد. فاحنا مش عايزين يحصل كده. هناخد طريقه دلوقتي تانية، بس عايزه اقول لكم الحته دي الجزئيه دي عباره عن ايه؟ دي اللي ليها علاقه شايفين الاضاءه اللي جايه على الصوره قوي هنا، دي اللي ليها علاقه بيها. فلما مش عايزها تعدل على الاضاءه اللي هنا كمان فبتلغيها من هنا. فهمتوا؟ فبصوا الفرق برضو لما انا عملت كده فانا لغيتها. لو عجباكم ان انتوا مش عايزين تلعبوا فيها خليها زي ما هي. تمام؟ طيب انا دلوقتي هقول اوكي على كده، وهي دي الصوره قبل وبعد، قبل وبعد. طب ايه الطريقه التانية اللي هتبقى بروفيشنال اكتر وادفانسد معانا، مش هتخلينا ان احنا نفقد اي حاجه في الصوره؟ يعني ما نخليش الصوره بدل ما هي كان الصيان هو اللي كان مشكله، لا هيبقى العكس. لا احنا دلوقتي مثلا اهي الصوره دي اللون اللي هو البينك اللي ورا ده، مع كل تحس الصوره كلها واخده اللون البينك ده. طب ايه نعمل ايه؟ اول حاجه اتفقنا ان احنا نعمل دوبليكيت لاير، كنترول جي. طيب هنا بقى هنعمل ايه؟ في طريقه ان احنا هنيجي ايه؟ نعمل برضو بلور الاول، فلتر قصدي. هنيجي عند الفلتر ونختار بلور وهنختار افريج. افريج ديت لما بنختارها بتديكوا اللون اللي طاغي على الصوره. فزي ما قلت لكم مش هو بينك، فهو ده اللون اللي طاغي على الصوره. طب نعمل ايه عشان اللون ده يقل معانا في الصوره يبقى مظبوط؟ فهنيجي كده هنعمل من امر لو فاكرينه image adjustment invert. فاكرين invert لما قلت لكم الجزئيه دي بتعكس اللون؟ فاحنا هنقول له invert، اعكس لنا اللون ده، هاتوا المقابل اللون المقابل ليه، اللون المقابل ليه. فهو ده اللون المقابل ليه. طيب ايه بقى نعمل؟ انت غطيت الصوره خالص، لا احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا عايزين اللون ده يبقى نصه واخد الصوره دي والنص التاني في الصوره التانيه، عشان كده احنا بنعمل دوبليكيت لاير. يبقى النص التاني اللي هو اللون المقابل وده النص اللي هو الايه اللي احنا عايزينه دلوقتي. فاحنا نعمل ايه الكلام ده ازاي؟ نيجي هنا عند القايمه دي ونعمل color. احنا بنقول له احنا عايزين نلعب في الكالر، فماشي. طب ما هي برده ما اتظبطتش، نعمل ايه بقى؟
نيجي عند الاوباستي دي هنخليها 50%. مش احنا بنقول ان احنا عايزين نص اللون بس، يبقى نقول له ادينا 50% من اللون بس. لما ادينا له 50% بصوا الصوره حصل لها ايه، شوفوا قبل وبعد. طب بس هي برضو الصوره لسه بايظه شويه، ليه؟ علشان الاضاءه بتاعت الصوره مش مظبوطه. طب دي حلها ايه بقى؟ ان احنا نيجي هنا عند التول لايرز دول ونعمل كده، ناخدهم مع بعض بالكنترول او بالشيفت ونعمل كليك يمين ونعمل ايه، يا اما تعملوا ميرج على طول يا اما تعملوا كونفرت سمارت اوبجكت. وانا بفضل اللي هي كونفرت سمارت اوبجكت عشان بتدمج الاثنين لاير مع بعض وبنقدر نعدل فيها براحتنا. تمام، دمجتهم. هنبتدي بقى نعمل ايه، نجيب الليفلز من هنا من قائمه ادجستمنت دي، او من زي ما احنا قلنا من ايه، من ايمج ادجستمنت. بس انا عايزاها من هنا عشان يبقى عندي ماسك، فانا بحب اتعامل من هنا احسن. يبقى جبنا قائمه ليفل، نعمل ايه بقى، نقوم مظبطين. بصوا هي اصلا بايظه خالص درجات من هنا، نظبط الاضاءه شويه على قد ما نقدر. بصوا حتى من هنا برضو بعيده ازاي، فهي لازم تقرب كده شويه. فعلى قد ما قدرنا بصوا قبل بعد، كأن كان في ستاره. الصوره على قد ما قدرنا اتظبطت. تمام، فتعالوا ناخد مثال التاني عشان برضو تثبت معاكم. هنعمل اول حاجه ايه، دبليكيت لاير، يبقى كنترول جي من الكيبورد على طول. طيب بعد كده هنعمل ايه، فهنيجي هنا في فلتر وهنختار بلور، وبدل افريج تخلينا نختار حاجه تانية برضو بتدينا نفس الخاصيه اللي هي ايه، كوازن بلور. تمام، دي برضو بتدي نفس الخاصيه. لما بعليها على الاخر يعني هي بصوا الصوره اهي، انا كل ما بوطيها بتعملي بلور بلور بلور، لكن لما هعليها على الاخر خالص هتديني اللون المقابل، اللون بتاع اللي هو الطاغي على الصوره، مش المقابل، اللون الطاغي على الصوره. تمام، نعمل ايه بقى عشان نجيب اللون المقابل بتاعه؟ احنا قلنا انفيرت بتيجي منين، من ايمج ادجستمنت ايه انفيرت، او كنترول اي من الكيبورد، ده الايه الاختصار بتاعها. فهو كده جاب لي اللون المقابل للون الطاغي على الصوره. طيب بعد كده بنعمل ايه، بنيجي هنا ونختار الكالر، وبعد ما اخترنا الكالر بنيجي هنا عند الاوباستي نقول له لا ادينا 50% من اللون ده. نكتب من الكيبورد على طول 50%، 50 وانتر على طول، هي بتيجي في المية لوحدها. تمام. طيب بعد كده اداني صورة، شوفوا وضحت ازاي. طيب عايزين نظبطها برضو، نعمل لها ايه، نعمل لها convert smart object، كليك يمين convert smart object ونبتدي نعمل لها level ونظبط الليفل بتاعها اللي هو هي هنا. الاضاءة على فكرة مش وحشة، بس عايزين سنة من هنا، سنة صغيرة بصوا اهي، وسنة من هنا صغيرة، عشان بصوا قبل بعد. لو عايزين نحسين لا انا بوظت حاجة في الاضاءة شوية، لا نرجع سنة، وهكذا. انتوا برضو ايه، تبقى عينيكوا على الصورة كلها مش جزء معين في الصورة، وتبتدوا تشوفوا انتوا فعلا ايه اللي عملتوه صح وايه اللي عملتوه غلط. طيب العين دي لغيتها كده ايه، قبل ظهرت، بعد الليفلز، بعد الجزئيه اللي انا ظبطت فيها الاضاءه. فهمتوا؟ طيب مش عايزين، لو هي مظبوطه بالنسبه لكم مش عايزين تعملوا حاجه في الاضاءه، رجعوا كل حاجه من في الليفلز هنا زي ما كانت، ولكن الصوره كده بتاعتنا بقت زي الفل وتمام. تبتدوا تسيبوها على كده. تمام. طيب كده خلصنا النهارده.